السلام عليكم، مساء النور. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اموركم على خير؟ كنتمنى ربي هذا الفيديو هذا يلقاكم بخير وعلى خير في احسن الاحوال وانتم كتشوفوه ما نقصكم حتى شي خير. فيديو جديد وجبت لكم في هذا الفيديو هذا التقسيم ديال الميزانيه ديال 300 درهم في الاسبوع. يعني التقضيه غادي تكون اسبوعيه ما بين التقضيه ديال الهري، ما بين التقضيه ديال الخضار والديسير، ما بين التقضيه ديال اللحوم، وبطبيعه الحال التقضيه ديال المطبخ. فهاد 300 درهم البنات جبت لكم واحد التقسيم ان شاء الله الاخوات اللي عندهم 300 درهم في الاسبوع وما كيعرفوش انهم يصرفوها، كيقول لك ما كتكفيناش وكيبغي اولا الا كفاتهم كيبغيو مثلا يصرفوا منها ويديروا منها تحديات، يعني يديروا توفير منها. فهاد التقسيم هذا البنات ان شاء الله يعجبكم. فمع هذا التوفير هذا او هذا التقسيم هذا ان شاء الله مع الوقت غادي تربيو راس المال اللي غادي توليو تقضاو بالشهر، يعني غادي يولي عندكم واحد المصروف شهري ماشي اسبوعي. قبل ما نبدا نصليو على نبينا غدا يوم القيامه يشفع فينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فاول حاجه بغيت منكم بعدا البنات، او اذا كنتي اول مره حبيبتي كتشوفيني وكتشوفي قناتي، فضلا وليس امرا اكيد الا عجبك المحتوى انضمي لعائلتنا، مرحبا بكم. ما تنساونيش من لي لايك ديالكم، كتنساو لي لايك فكنحاول ما امكن انني نفكركم في الاول ديال الفيديو، فانتي كتفرجي حاولي انك ديري واحد اللايك، كذلك خليوا لي تعليق في اخر الفيديو الى عجبكم بطبيعه الحال الموضوع، ومرحبا بكم كاملين والله يجعلها في ميزان حسناتكم يا ربي. فبالنسبه فاش كنقولوا التقضيه ديال الاسبوع بطبيعه الحال ماشي هي التقضيه ديال الشهر. التقضيه ديال الاسبوع كتختلف، التقضيه ديال 10 ايام كتختلف على التقضيه ديال الشهر. بطبيعه الحال كل وحده والميزانيه اولا كل وحده وفوقاش كتشد داك المصروف ديالها. فكاينين اخوات عندهم مصروف 300 درهم في الاسبوع، يعني كيجي الزوج ديالها كيعطيها مثلا نهار الحد 300 درهم وخاصها تبدا التقضيه ديال يعني تقضى الاسبوع اللي غادي تدخل فيه. فكيفاش غادي ندير لها 300 هادي، كيفاش غادي ندير التقسيم ديالها؟ وانا كنطمح ان 300 درهم نصرف ونوفر منها، اولا بالاحرى هذا التوفير هذا كنحاولوا ما امكن اولا 300 درهم نوفروا منها وان شاء الله نردوا يعني ندير واحد راس المال ونوليو حتى حنا نتقضاو بالشهر ويولي عندنا واحد المصروف شهري عوض المصروف الاسبوعي. فعلى بركه الله البنات، فعندي هنا كما كتشوفوا 300 درهم 300 درهم. وهنا بالنسبه للتقسيم اللي درت لكم نركزوا على الاساسي اللي هو التقضيه ديال الهري، التقضيه ديال الخضر والفواكه والتقضيه ديال اللحوم، هادو ضروريين. فبالنسبه للتقضيه ديال الهري خصصت ليها 100 درهم. هاد 100 درهم فشنو غادي نجي في الاسبوع؟ غادي نحاول انا الكوزينه ديالي نشوف شنو فيها، يعني نفترضوا اننا في الاول ديال الشهر اولا في البدايه ديال الشهر اولا مثلا دابا هو دا على حال الاسبوع الاول داز، فغادي تكوني تقضيتي واحد التقضيه. بطبيعه الحال ديك التقضيه غادي يبقى لك منها شي حاجه، غتكوني تقضيتي شي حاجه وشي حاجه عاوتاني الاسبوع الثاني غادي تولي تقضيها. فهاد 100 درهم غادي نشوف شنو اللي ضروري اللي اساسي، دائما نركزوا على الاساسي. غادي نشوف مثلا هاد الاسبوع الاول ديال الشهر الا كان باقي لي الزيت من الشهر اللي فات نخلي نديباني بداك الشيء اللي بقى لي الاسبوع الاول، والاسبوع الثاني نشري. مفهوم؟ نتقضى الاساسي مثلا الدقيق الا ما كانش باقي لي نجيب واحد الكميه اللي غادي تكفيني. بطبيعه الحال انت عارفه شحال كيكفيك في الاسبوع، غادي تكوني عارفه القياس اللي كيكفيك في الاسبوع. فاذا كانت كتكفيك 2 كيلو، كانت كتكفيك 3 كيلو، كانت كتكفيك كيلو، انت المهم عارفه القياس اللي كيكفيك فغادي نتقضى. السميده كذلك عارفه، يعني الحرشه عارفه راسك شحال كيكفيك في الاسبوع. القطنيه البنات ما نتقداش انا كل شيء في الاسبوع الاول، لا غادي نقسم، غادي ندير جدول اكل ونشوف راسي الا كنت مثلا هذا الاسبوع هذا غادي نطيب العدس غادي نتقدى العدس، والاسبوع الاخر الا كنت غادي نطيب اللوبيا نخلي حتى الاسبوع الثاني ونتقدى اللوبيا، باش هكا هاد 100 درهم كتكفيني في داك الاسبوع. حيت دابا متفقه معكم الغلاء راه 100 درهم ولا 200 درهم ما بقاتش كتكفي. ولكن البنات ضروري من القناعه. قبل ما نكمل معكم التقسيم نبغي ندير هاد الاضافه هادي، راه اي حاجه اي مبلغ شديتيه في يديك
راه الا ما كنتيش مقتنعه به، والا ما كانتش عندك القناعه بداك الرزق اللي عندك، وتكون عندك القناعه بداك الشيء اللي كتستهلكي، وتكون عندك القناعه بداك الشيء اللي موجود عندك في الدار، وديباني راسك ودوزي الاسبوع ديالك ولا النهار ديالك بداك الشيء اللي عندك في الدار، كوني متاكده راه ولو يعطيوك اكثر من 100 درهم ولا اكثر من 200 درهم ما غاديش تكفيك حبيبتي، ما غاديش تكفيك. لهذا نحاول ما امكن نشوف انا راسي شنو باغا، ما نبقاش نشوف شنو الناس اللي اكثر مني. ما تشوفيش الناس اللي اكثر منك اللي كيشدوا اكثر منك، ما تشوفيش، شوفي الناس اللي قل منك، الناس اللي بحالك او لا قل منك، باش هكا ما كطيحيش في داك الفخ ديال ديال المقارنه. يعني تبداي تقارني راسك مع وحدين اخرين اكثر منك في المصروف او لا اكثر منك في الميزانيه ديالهم، او لا في التقديه اللي كيتقداو، او لا في اي حاجه. دائما نقنع راسي بداك الرزق اللي عندي، نقنع راه القناعه البنات راه واحد الكنز، كنز لا يفنى. البساطه، السعاده، نحاول نعيش على قد المستطاع ديالي. هذا ما كان البنات. 100 درهم في التقضيه ديال الهري، نركز على الاساسيات. هذا الشهر مثلا جبت الدقيق، الشهر عفوا هذا الاسبوع هذا ركزت على الدقيق، الاسبوع الاخر الا ما كنتش جبت الزيت غادي نجيب الزيت، نجيب مثلا 2 لتر ديال الزيت، نجيب مثلا واحد الباكيه الخماره، نجيب، مفهوم؟ يعني انت ادرى بداكشي اللي عندك في المطبخ ديالك وبالتقضيه اللي كتقضاي. راه الا ما درتيش الطريقه هذه راه ما غاديش تكفيك 300 درهم حبيبتي. فهذا بالنسبه للتقضيه ديال الهري او لا التقسيم ديال الهري. غادي نجي للخضر والفواكه البنات، درت ليها حتى هي، نفترضوا اننا الظرف ديال الخضر درنا ليه 100 درهم، ولكن انا فاش نمشي نتقضى غادي نتقضى غير ب70 درهم. غادي نصرف هاد 100 درهم. ونصيحه واحده اخرى، فاش تبغيو يعني تكون عندكم مثلا 40 درهم، تكون كتقضاو ب 30 درهم، تكونوا كتقضاو ب 50 او لا 70 كما قلت لكم هنا، نصرف هاد 100 درهم ونحيد 70 درهم نديرها في داك الظرف اولا في البسطام الا كنت خارجه نتقضى، و30 درهم غادي نخبعها. علاش غادي نخبعها؟ غادي نقول لكم علاش. فغادي نخصص 70 درهم في الاسبوع، تقضيه ديال الخضر والديسير في الاسبوع. ما تنساوش راه التقضيه اسبوعيه ماشي شهريه، راه 70 درهم كافيك في الاسبوع وفايته ليه. خاصك غير تعرفي تقضاي، خاصك تعرفي فوقاش تقضاي، خاصك تعرفي منين تقضاي، واهم حاجه خاصك ديري جدول الاكل عاد تخرجي تقضاي، حيت داك جدول الاكل هو اللي كيخلينا نمشيو قاصدين شنو نجيبو. ماشي بحال كتمشي عند الخضار اولا كتمشي للسوق وداكشي اللي شافتو عينك واللي تشهالك خاطرك كتجيبيه. راه 100 درهم الا خرجتيها بهاد الطريقه هذه راه ما غاديش تكفيك. راه غتخرجي 100 درهم وغتخرجي غتخلص تحطي 100 درهم وغتحطي شي حاجه اكثر من 100 درهم الا كانت عندك في البسطه. مفهوم اخواتي؟ فغادي نصرف 70 درهم في الاسبوع فيها الديسير. نركز على الديسير دابا اللي كاين تبارك الله، كاين البطيخ، كاين السويهله، كاين الدلاح، كاين الخوخ، كاين الشهديه، كاين المشماش، كاين عطا الله الخير. يعني الخير ديال مولانا كاين دابا في السوق. نركز وكل اسبوع نجيب حاجه اولا 2 حوايج وننوع. تفاح، كاين البنان، يعني بدا نجيب 2 في الاسبوع اولا 3، وعاوتاني نوبه اخرى اسبوع الاخر عاوتاني نوع نجيب ديسير واحد اخر وهي غاده. بالنسبه للظرف ديال اللحوم والاسماك، الظرف ديال اللحوم والاسماك نفترضوا اننا حتى هو درنا ليه 100 درهم. فهاد 100 درهم غادي نحيد منها حتى هي 70 درهم هي اللي غادي نتقضى بها في الاسبوع. 70 درهم غادي نشوف راسي انا شنو كنجيب في الاسبوع، شنو كتستهلكي نتي والاسره ديالك في الاسبوع. ضروري كتجيبي مثلا واحد الفروج، ولكن انا غنجيب واحد الفروج قياس ديك 45 درهم، المهم ما واصلش 50 درهم. وكاع الا وصل 50 درهم فقط. دابا الدجاج داير 21 درهم، فهاد العواشر ديال العيد داير 21 درهم. جبتو البارحه البنات ب 21 درهم، ما عرفتش واش باقي في الثمن فيكس ولا راه زاد طلع. 21 درهم. جبت دجاجه ب 47 درهم، ما وصلاش 50 درهم. 47 درهم باش جبت الدجاجه في هذيك 2 كيلو وشي حاجه. غادي تقطعيها وفاش تنوضي طيبي، راه ماشي كل نهار غادي ديري الدجاج،
ماشي كل نهار حبيبتي. كاينين ايام خاصنا نتعلموا باش تكفينا هاد 100 درهم اولا عفوا هاد 70 درهم، خاصنا نتعلموا نديروا ايام بدون لحوم، نتعلموا نديروا ايام بدون لحوم. ندير طويجين بلا لحم بلا دجاج، غير بالخضيره اللي متوفره. ندير كغاطان، كاين الكغاطان د بطاطا، كاين الكغاطان د الدنجال، كاين الكغاطان ديال لي بات، كاين غير مقيله. الا درتي غير مقيله بالبصله وبطاطا وترشي بالزيتون من الفوق اختي، راه الخير والبركه. مره اخرى نهار واحد اخر ندير عاوتاني القطنيه. نهار واحد اخر نجيب مثلا عندي واحد السوسيس في الثلاجه في الفريغو ديالي، اولا واحد الطريف ديال اللحم ونجبدو وندير عاوتاني عليه شي خضيره، وهكذا. يعني هكذا كدوزي الايام ديالك، مفهوم؟ ف 70 درهم غادي نجيب منها واحد الفروج، وغادي نجيب مثلا تشهيت الحوت. الحوت البنات نركز على التقضيه ديال العشيه. راه كما كنقول لكم ركزوا لي في التقضيه ديال الخضر على الوقيته ديال العشيه. راه حتى الاسماك الوقيته ديال العشيه راه ماشي هو الثمن اللي كتلقاو في الصباح، ماشي هو الثمن نفسه اللي كيبقى العشيه. انا غير والبارح كنت دايزه فاش تقضيت الدجاج، دايزه من حدا مول الحوت راه كان كيبيع الشطون ب5 دراهم. الشطون اللي بعض المرات كيوصل حتى ل 30 درهم و35 درهم، راه كان كيبيعوه ب5 دراهم، وكانت الناس كتقضى تبارك الله ما شاء الله. مفهوم؟ يعني نبغي نمشي نجيب الحوت، نمشي في العشيه ونجيبو نغسلو ونديرو في الكونجيلاتور، اولا نجيبو نديرو يا اختي كما هو ونديرو في الفريغو، ولا غد لي فاش نبغي نستعملو نجبدو نغسلو. راه بحال اللي شريتيه ديك الساعه راه ما كيضيعش. ف غادي نرجع للتقسيم. التقسيم بالنسبه ل 30 درهم البنات اللي كتشيط لي من الظرف ديال اللحوم، يعني حتى اللحوم درت لها 70 درهم، يعني غتبقى لنا 30 درهم زائد ديك 30 درهم اللي بقات لنا في الظرف ديال الخضر والفواكه. راه هي شحال؟ هي 60 درهم. ديك 60 درهم غادي نشدها وغادي نديرها في واحد البلاصه، في حاله ما اذا تسالات لي واحد البوطه، شي بوطه كتكوني كطيبي حتى كتسالالك البوطه، غادي نجبد ديك 60 درهم ونمشي نعمر البوطه. مثلا ما احتاجيتيش البوطه داك الاسبوع، وقفتي على شي حاجه من الحانوت، جاك الضيف على غفله، غتحتاجي مثلا تجيبي واحد دانونه اولا الحليب اولا. وانا واحد الحاجه البنات على ذكر الحليب، كنصحكم تاخذوا داك الحليب المعقم. الاخوات اللي كيستهلكوا الحليب بكثره كنصحكم تاخذوا الحليب المعقم، حيت كيطيح رخيص على انك كل نهار تاخدي اطرو اولا نص اطرو اولا اطرو ونص. راه الحليب المعقم كيطيح ارخص بكثير. فغادي نكمل. وبالنسبه للاخوات اللي ما كيستهلكوش الحليب بكثره، فديك 30 درهم كما قلت لكم ما احتاجيتش انني نعمر مثلا البوطه في هذا الاسبوع، جاني الضيف على غفله غادي نحتاج الحليب مثلا نجيبو، غادي نهز من ديك 30 درهم. احتاجيت شي حاجه اللي ضروري واوبليجي انني نجيبها من الحانوت، غادي نجيبها بديك 30 درهم. ما احتاجيتش ما وقفتش عليها، غادي نشدها ونوفرها، غادي يوصل الاسبوع الاخر، غادي يعطيني الزوج ديالي 6000 ريال اللي هي 300 درهم. نفس التقسيم غادي نديرو بحال الاسبوع الاول. الا بقيتي كتوفري او الا بديتي كتوفري 60 درهم 60 درهم 60 درهم 60 درهم، راه غادي تولي عندك واحد المصروف شهري، المده ديال واحد شهرين واحد 3 شهور غادي يولي عندك واحد المصروف شهري. على الاقل غادي تجمعي واحد 400 درهم اللي غادي تقضي بها واحد التقضيه ديال الهري ديال الشهر. ديك 400 درهم نهزها ونمشي للهري وندير اللائحه ديال التقضيه ديال يد الهري الاساسيات. بطبيعه الحال دائما كنركزوا عليهم هما الاولين ونمشي نتقضاهم، وإلا بقات لي شي حاجه ونزيد الضروريات. مفهوم؟ القليله المهم كتربحي واحد 400 درهم كتقضي بها الهري بالشهر، وهكذا دواليك. يعني غادي تبقى ديريها بالطريقه هذه حتى كيولي عندك مصروف شهري. ان شاء الله من بعد الا بغيتو خليو لي في التعاليق كيفاش نردو التقسيم. واخا يمكن كنت درتو معاكم، لكن درت معاكم مصروف ديال 50 درهم ديال اليوم. الاخوات اللي عندهم مصروف يومي 50 درهم كيفاش يمكن لينا نردوه شهري؟
كنت شاركت معكم هذا الفيديو هذا. فإلا كنتو باغيين البنات تقسيم ديال 100 درهم في الاسبوع كيفاش نحولوا مع الوقت مصروف شهري، خليوا لي في التعاليق وان شاء الله نحاول ما امكن نعاونكم بافكار اللي تفيدكم ان شاء الله. فكنتمنى البنات هذا التقسيم هذا، الاخوات اللي عندهم 300 درهم في الاسبوع يديروا هذا التقسيم هذا، وان شاء الله ينفعكم وغادي ينفعكم بطبيعه الحال وغادي توفروا منه. صافي اخواتي، المهم خليتكم على خير، وكنتمنى نتلاقاكم فيديو جديد ونعاود نفكركم اخواتي ديروا اللايك، الله يجعلها في ميزان حسناتكم والله يسهل عليكم، ومع السلامه.